السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم الخبر التالي. عنوان الخبر: الراكب البحريني هكذا تم احتجاز جزائري 28 عاما بالسحر ولهذا لا يبدو عليه ذلك. إليكم التفاصيل. كشف الراكب البحريني حسن المدني عن الكيفية التي تم بها احتجاز شاب جزائري 28 عاما بالسحر. قال المدني في الفيديو الذي نشره على قنواته الرسمية: الكل يسأل لماذا هذا الشاب رغم احتجاجه يبدو وكأنه كان يعيش حياة طبيعية وصحية جيدة مرتبا ولحيته محلوقة. وأشار الراقي هذا الأمر يحصل عندما يتم الاحتواز على عقل الشخص من خلال عمل سحر، وهذا أقوى أنواع السحر. وأورد الراقي أن السحر 3 أقسام: الأول خفة اليد، والثاني المأكول عن طريق الأدوية أو أخذ أثر الشخص الذي يريد سحره كما أخذوا من شعر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. أما النوع الثالث فهو أقوى أنواع السحر واختارها، وهو التعاون مباشرة مع إبليس والعياذ بالله، مضيفا: أنا أتوقع والله أعلم أن النوع المعمول لهذا الشاب هو النوع الثالث الأقوى الشديد. وأوضح الراقي: يقوم المشعوذ أو الساحر ببيع نفسه للشيطان عن طريق السجود له والعياذ بالله والامتثال لأوامره، ثم يتم الاستحواذ على عقل الشخص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا يحفظنا ويحفظكم. ما تنسوش اشتراك في القناة فضلا وليس أمرا، ولايك للفيديو، وأشوفكم على خير. كانت معكم زوزو ترند.